السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله العزيز الحميد، المحصي المبدئ المعيد، أحق من عبد وأكرم من سئل، وأجود من أعطى وأرأف من ملك، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصي فيغفر، القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير، رحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قصة رائعة في قول الله تعالى: أولئك هم المحسنون. في يوم ما ذهب شاب إلى أحد العارفين بالله وقال له: يا شيخ، لماذا لا أجد إلا الغدر والخيانة ممن أحسن إليهم؟ فالشيخ لا يجيب، فقال له: لماذا أجد الجفاء ممن أحببتهم وأخلصت لهم؟ والشيخ لا يجيب، فقال له: لماذا مات أحبتي ولم يبق إلا أعدائي؟ والشيخ أيضا لا يجيب، فقال له السائل وهو يبكي بكاء شديدا: لماذا أشعر بالوحدة والغربة في هذه الحياة الدنيا؟ والشيخ أيضا لا يجيب، فقال له السائل: لماذا لا يحسن الناس الظن بي؟ والشيخ لا يجيب، فقال له: لماذا يكذب علي من أصدقهم ويقسو علي من أحنو عليهم ويرحل عني من أعانقهم؟ والشيخ أيضا لا يجيب، فقال له السائل: لماذا يدي ممتدة بالخير وأيدي الناس ممتدة لي بالشر، ويقابل محبتي بفجور وليس بالود؟ وبعدها بكى هذا الشاب بكاء شديدا، فقام الشيخ ووضع يده على قلب هذا الرجل وقال له: يا أخي، لا أدري لماذا أحبك الله كل هذا القدر، ربما أنت ممن قال الله عنهم: أولئك هم المحسنون، أصحاب مراتب الصبر والإحسان. فاعلم يا أخي الحبيب أنك جئت تشكو لي حب الله لك. فسكت هذا الشاب ونظر إلى الأرض وعيناه تدمع فرحا، وقال للشيخ: أصبت فرميت القلب، أصبت فبنيت الضرب. العبرة من هذه القصة أخي الحبيب هو أنه ليس بالضرورة أن يكون أذى الناس لك ابتلاء، فقد تكون أنت من أهل الإحسان وأنت لا تدري. فلا ينال مرتبة الإحسان إلا أنقياء القلوب وأصحاب النية الصافية. فاللهم أفرغ علينا من الصبر والاحتساب، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا ممن قلت فيهم: أولئك هم المحسنون. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.